مارك بنرحب بيك في بودكاست سما. اهلا بيك يا شادي. مارك هو مدرس في كلية اللاهوت الأسقفية. بما انك راجل بتاع اللاهوت فهتقدر تفهم الحيرة بتاعت أسئلتي وأسئلة ناس كتيرة. فأنا اللي هقوله من أسئلة هي بتعبر عن حيرة لأسئلة ناس كتيرة. واحدة من ضمن الحاجات المحيرة في حياة المسيح انه هو المسيح نبي ولا إنسان ولا معلم ولا إله؟ الصراع طول الوقت. فأقرب حاجة وأسهل حاجة إن أصدق أنا مسيح نبي زيه زي أي نبي، لأنه تصريحاته طول الوقت مش باينة، ما قالش هو الله. في حاجات كتيرة قوي ممكن نكون بنحكي فيها الوقت ده. فقول لي هل فعلا المسيح نبي؟ انا موافق 100% جملة. ممتاز. ده انت كده قلقتني. بص، يوحنا 4:44 اوكي، المسيح قال انه هو نبي، فعايز اقراها لك. واسمع المسيح نفسه هو بيقولها. اوكي، تبقى مشكلة اكبر بس نقراها. لانه بعض الاحيان بنحس انه لا، ما نقدرش نقول ان المسيح نبي. لا بالعكس. يوحنا 4:44 لان يسوع نفسه شهد ليس لنبي كرامة في وطنه، شهد ان ليس لنبي كرامة في وطنه. اوكي، اول عظة بيذكرها انجيل لوقا، احنا كنا في يوحنا 4، في لوقا 4 اول عظة المسيح بيتكلم فيها، لوقا 4 عدد 24. وقال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه. اوكي، فواضح انه المسيح من بداية خدمته، في بداية انجيل لوقا، في بداية انجيل يوحنا، ما فيش اي مشكلة عند المسيح انه يعرف نفسه كنبي. يعني هو ما كانش بيقول ده لمجرد انه تعبير يهودي في زمن، يعني وكانه بيستخدم الامثال، يعني مش المقصود بيها انه هو نبي. خلينا نعرف طيب يعني ايه نبي. يلا بينا. ايه رأيك؟ يلا. لانه كون المسيح بيستخدم اللقب ده عن نفسه، واحنا النهارده بعض الاحيان المسيحيين بيخافوا من اللقب دوت. طبعا. تعال نفكر يعني ايه نبي. النبي هو رجل الله، عايش حياة بتظهر قوة الله، بيتكلم بكلمة الله، وبيعمل أعمال الله. تمام. اوكي، فهو رجل الله عايش حياة بتظهر قوة الله، قوة تغيير الله لإنسان شرير. بقى الإنسان دوت قوة الله عملت فيه، غيرته. بيتكلم بكلام الله، بيعمل أعمال الله. فلو دي على الأقل بعض من مواصفات النبي، إذا ما فيش حد كان بيظهر قوة الله، بيتكلم كلام الله ويعمل أعمال الله أكتر من يسوع المسيح. وهو زي ما حاولنا نبص على بعض الحاجات قال دوت، والبرسبشن بتاع الناس، استقبال الناس لهوية المسيح كانت برضو مرتبطة بده. فممكن مثلا تقرأ لي انت لوقا، احنا قرينا من لوقا 4، عايز نقرأ من لوقا 24. المشهد المشهور بتاعت المزايا عمواس، مشهد معروف قوي، مألوف لينا. المسيح بعد قيامته اتكلم مع 2 من التلاميذ، هم ما كانوش فاهمين هو مين. فممكن تقرأ كده لوقا 24 عدد 19. فقال لهما وما هي، بيتكلم على الأحداث يعني. فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. اوكي، فتلميذي عمواس كان بالنسبة لهم مين هو المسيح ده بعد موته وقيامته. اوكي، هو لسه نبي مقتدرا في القول والفعل. اوكي، فاحنا سؤالك ببساطة، هل المسيح نبي؟ العهد الجديد بيؤمن وبيعلم انه المسيح نبي. بس هنقع في مشكلة تاني، انه ازاي بتقول عليه انه نبي وهو الله؟ اوكي، فخليني احط الجملة أيوة. اللي احنا هنقعد نفكها ال15 دقايق اللي جايين. يلا بينا. ان هو نبي واعظم. اوكي، فالكتاب عمره ما استحى انه يتكلم انه المسيح نبي، لكن الكتاب بيأكد انه المسيح مش بس نبي، هو نبي واعظم من نبي. العهد القديم قبل ميلاد المسيح بمئات السنين، الله كان بيقود شعبه من خلال 3 وظائف. يعني مثلا النهارده الله بيقود شعبه من خلال القسيس مثلا، اوكي، او من خلال الشمامسه في الكنيسه، او من خلال الشيوخ في الكنيسه. اوكي، في العهد القديم الله كان بيقود شعبه من خلال 3 وظائف: النبي والملك والكاهن. ممتاز، تمام. والحقيقه في نبوات كتير في العهد القديم انه كل نبي جه كان فيه عجز، واحنا منتظرين النبي الاعظم اللي ما فيهوش عجز. كل ملك جه مهما كان
في بيعكس سلطان الله بمحبة ورعاية الله. الملك المفروض كان يبقى راعي للشعب، بس الملك أعظم ملك مثلا داود كان عنده خطية طبعا. أحكم ملك سليمان عايش في نهاية حياته في خطية وقلبه مال للخطية. فإحنا منتظرين الملك الأعظم. أعظم كاهن كان لسه بيقدم ذبائح سنوية، والذبائح السنوية دي بتقول إنه ذبيحة السنة اللي فاتت ما كانتش كفاية، فإحنا لسه منتظرين ذبيحة السنة دي، لأنه ذبيحة السنة اللي فاتت ما كانتش كفاية تبقى بتغفر أو بتكفر عن الخطايا. فالعهد القديم كله بيمشينا شادي في السكة دي. إحنا منتظرين الملك الأعظم، الكاهن الأعظم، النبي الأعظم. بس كل ده إحنا بنتكلم عن إنسان، عن بشر. ممتاز. مش بنتكلم عن الله. فاحنا كده بنقول ان المسيح، وكأنه بنقول ان المسيح اعلن نفسه كإنسان، انسان بقى نبي، كاهن، ملك بشكل واضح. بس انت طول الوقت بتقول لي لا هو الله. فانا طب هو الله ولا هو نبي؟ هو الله ولا هو يعني الله هو الملك ممكن اقبلها لان الله هو الملك، لكن الله هو الكاهن وهو النبي في تضارب في الهويه، لو هي هويه ولا هي مجرد وظيفه ولا هي ايه بالظبط. طبعا انا متفق معاك انه العهد القديم وهو بيقول لنا ان كل نبي وكل ملك وكل كاهن كان عاجز، واحنا منتظرين الملك والنبي والكاهن الاعظم. العهد القديم فيه تلميحات، وانا هحاول اوريك بعضها حسب وقتنا، انه اللي هيجي دوت هو مش بس ملك بشري، لكن هو ملك الهي وبشري. انه الكاهن اللي هيجي دوت، الكاهن الاعظم، هو مش بس كاهن بشري، لكن كاهن الهي بشري. يعني انت قصدك انه الثلاث وظائف دول مرتبطين بجسد المسيح او الطبيعه الانسانيه اللي في المسيح؟ انا مش عايز افصل. انا مش عايز افصل، انا حاسس انه هندوس زرار ونفصل. لا بص، خلينا نمشي في تراك بسيط خالص. تعال نشوف الاماكن اللي فيها اعلان واضح انه المسيح نبي، ونشوف ازاي النصوص ما ثبتناش عند الاستنتاج ده ان هو نبي لكن اعظم. فمثلا احنا لسه في لوقا 24 اللي انت قريت منه. ففي لوقا 24 تلميذي عمواس بعد قيامه المسيح قالوا ان يسوع كان مقتدرا في القول والفعل كنبي الله. تمام. ايه اللي المسيح خد تلميذي عمواس ليه؟ وداهم فين؟ تعال نبص وداهم فين. بدأ المسيح في لوقا 24 عدد 25 الكلمات المشهورة واللي ما كانتش بلهجة لطيفة قوي: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. أوكي؟ عدد 27: ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. تمام. فهم واقفين إنه عند نبي. المسيح بيقول لهم خبر صادم في عدد 25 إن هو موضوع حديث كل الأنبياء. عشان كده من شوية قلت لك ده العهد القديم منتظر المسيح. فالمسيح اللي لسه تلاميذه قالوا أنت نبي، وهو قال في بداية إنجيل هو نبي، بيقول أنا أعظم من نبي. أنا كل الأنبياء كانوا بيتكلموا عني، وما كانوش بيتكلموا عني بس إن أنا نبي الآتي. فمن الشهادة المشهورة أن المسيح تم التنبؤ عنه أن هو يبقى النبي الآتي. تثنية 18 موسى قال أن الرب هيقيم من شعب إسرائيل نبي مثلي، وكل نفس مش هتسمع ليه هتقطع. أوكي؟ فاحنا عندنا نبوات أن هو هيبقى نبي. لكن المسيح بيقول أنه كل الأنبياء اتكلموا عني، وعدد 26 بيقولوا اتكلموا عني كإيه بالتحديد؟ إن أنا هتألم وبعد كده هتمجد. أوكي؟ فهو النص اللي بيقول لنا ان هو نبي بيقول لنا ان هو كمان هيتألم ليتمجد. اوكي؟ بعدها في عدد 27 بيقول كل كتب موسى وكل كتب الانبياء مركزها شخص المسيح. تمام. اوكي؟ طيب بعدها بشويه ممكن تقرا لنا عدد 31 و32. فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما، فقال بعضهما لبعض: لم يكن قلبنا ملتهب فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. اوكي، ايه اللي تلميذي عمواس بيقولوا هنا؟ انه هم ما كانوش شايفين وانفتحت عينيهم وشافوا. اوكي. وبعد كده بيقول انه هو بيشرح الكتب في حاجه كانت بتحصل في قلبهم. ايه؟ انه قلبنا ملتهب فينا. اوكي. النبي
المفروض بيخاطب ايه؟ بيخاطب اذاننا بكلمة الله. بس احنا هنا قدام نبي بيخاطب قلوبنا لدرجة ان احنا لو بنسمع كلمته مش بس هتوصل هنا، دي هتوصل هنا. قلوبنا مشتعلة ملتهبة فينا. اوكي؟ النبي اللي قدامنا هنا مش بس بيكلم الاذان لكن بيفتح العيون. اوكي؟ فانت هنا عندك حد. الانبياء في العهد القديم يا شادي هدفهم يقولوا كلمة الله ورجائهم انه روح الله يجي عشان يفتح عيون الناس فيفهموا النبوة دي، فيفهموا كلمة الله، ويفتح قلوب الناس فيفهموا كلمة الله. لكن انت هنا قدام حد بيعمل الاثنين، هو بيقول كلمة الله وبيفتح العيون وبيغير القلوب. تمام. بس ده تفسيرك كشخص مسيحي. معلش، هو ستيل كل الآيات اللي انت قلتها بتؤكد ان هو نبي. منين جبت انه هو الله؟ ممتاز. فين بقى؟ انا هكمل معاك. انا عايز النص دوت هو قال لنا ان هو نبي، بس هو كمان هيتألم ويدخل المجد. تمام. هيتألم وهيقوم. اوكي. فالنص اللي بيقول ان هو نبي قال لنا ان هو كمان هيقوم من الاموات. هيقوم. اوكي. طب ما ممكن نبي يتألم ويقوم من الاموات. ممتاز. قبل انا عايز اروح لنص تاني في يوحنا 6، بس قبل ما اسيب هنا عايز في عدد 44 المسيح مش بس ظهر لتلميذي عمواس لكن ظهر لكل التلاميذ، وبيقول لهم ممكن تقرا لنا عدد من 44 لغايه 47. وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. إذن صفار مرة تاني المسيح هو موضوع كل النبوات. تمام. ناموس موسى والأنبياء والمزامير دي التقسيمة الثلاثية لليهود لما نسميه اليوم الأسفار 39 للعهد القديم. أوكي. فهم بيقسموها بالطريقة دي، احنا بنقسمها بطريقة تاني، بس هو نفس الكونتنت، نفس المحتوى. كمل. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. فهذا النبي كمان عنده القدرة مرة تانية انه يفتح الذهن عشان نفهم الكتب. كمل. وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. اوكي. وين بقى؟ فهنا هو مش بس نبي مات وقام، لكن ده بسبب اسمه ممكن يبقى فيه غفران الخطايا. اوكي. فالكلام هنا مش واقف عند ان هو نبي، ده واقف عند انه بسبب رسالته وبسبب رسالته وحدها ممكن يبقى فيه غفران الخطايا. خلينا نحط الشاهد دوت اسايد لدقيقه ونروح ليوحنا 6. تمام. اوكي. لان يوحنا 6 المسيح عمل حاجه الجموع قالت ده اكيد النبي اللي موسى اتكلم عنه. فاكر موسى في الصحراء والشعب بيتذمر علشان ما عندوش اكل، فموسى طلب من الرب، والرب بعت ايه؟ بعت من او يعني بعت اكل. بعت من اكل. من ده اللي هو زي العيش كده يعني. تمام. عيش ولحمه. بعت من وبعد كده بعت سلم. اوكي. المسيح بيعمله في يوحنا 6 انه بيعمل معجزه شبه جدا اللي حصلت مع شعب اسرائيل في البريه. تمام. انه بيديهم خبز حلو وسمك. اوكي. الجموع جايه تسمعه بعد ساعات طويله القصه الشهيره المكرره في الاربع اناجيل. وبالمناسبه كون انه قصه تتكرر في الانجيل المكتوب من 4 بشرين او الاربع اناجيل، احنا بنؤمن انه في رساله واحده 4 دونوها، لكن كون انه الاربع شهود عيان او تلاميذ للشهود العيان يدونوا ده بالروح القدس، ده بيقول لنا المعجزه دي مهمه خالص. اوكي. فانا عايز عشان نبدا نفهم اهميتها نفهم السياق بتاع المعجزه دي بتاع العهد القديم، سياق العهد القديم، انه الله هو اللي ارسل اكل للشعب في البريه، والمسيح دلوقتي بيرسل اكل للشعب. الله ارسل في العهد القديم، المسيح بيرسل الاكل في العهد الجديد. تمام. الشعب هيستنتج ايه بعد معجزه اشباع الجموع؟ ممكن تقرا يوحنا 6 14. اقرا من 13. اوكي. فجمعوا ملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. اوكي. كمل 15 كمان. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا
انصرف أيضا إلى الجبل وحده. اوكي، احنا هنا قدام اشباع الجموع خلى الجموع يستنتجوا انه ده مش بس نبي، لكن ده اللي بأداة موسى التعريف تنبأ بيه بالظبط. وأداة التعريف بتقول لنا الحقيقة دي، لأنه قال هذا هو النبي الآتي للعالم. فالنبي بأداة التعريف ده النبي للموسى في تثنية 18 قال لنا انه يأتي بعدي او يقيم الرب نبي من وسط اخواتكم. اوكي، فالشعب في باله موسى نبي حررنا من المصريين من عبودية قاسية، تمام، وادانا خبز اوكي في البرية. المسيح ادانا خبز، مستني بقى يحرر، يبقى اكيد هو اللي هينفع نخليه ملك. عشان كده عدد 15 خلينا نعمله ملك عشان يحررنا من الرومان. اوكي، بعدها بشويه في حدث بيحصل، او بعدها على طول في حدث بيحصل، انه المسيح بيعبر الماء. وخلي بالك كل دي سيمز مواضيع شبه العهد القديم، لانه العهد القديم بعد التحرير من العبوديه في عبور للميه، والبريه فيها الخبز بيتاخد. فيوحنا عايز يفكرك باللي بيحصل في سفر الخروج، بالمشهد القديم. عايز يفكرك باللي بيحصل في سفر الخروج. اللي بيحصل انه المسيح لما الناس تعوز تخليه ملك يعمل ايه؟ يهرب. يقول مش دي الطريقه اللي انا جاي املك بيها. اوكي، بص من عدد 16 لغايه 24 قصه عبور الميه. اوكي، من عدد 25 لغايه اخر اصحاح 6 اطول اصحاح في انجيل يوحنا، المسيح بيرفض انه يملك او يقال عنه نبي بالطريقه دي. اوكي، الشعب يروح للمسيح بعد عبوره للميه، والمسيح يقول لهم حاجه غريبه قوي. يقول لهم انتوا جايين مش عشان عايزين تسمعوني دلوقتي خلاص، عشان اكلتكم. ايوه، عشان انتوا خدتوا وجبه فري وعايزين وجبات اكتر. بس خلي بالك الشعب اكنه في باله ايه؟ الشعب اكنه في باله موسى كان النبي واكلنا كام سنه في البريه؟ 40 سنه. 40. فانت ما ينفعش تاخد المقام ده بوجبه واحده بعد 40 سنه. بوجبه واحده. فانت لازم تاكلنا اكتر. حديث المسيح معاهم كله هو مش موسى اللي اداكم الاكل. اللي اداكم الاكل ابي. وما تقارنيش بموسى، قارني بالله اللي ادى الاكل للشعب. طيب يوحنا بالروح القدس هيورينا انه اعظم من نبي ازاي. اول حاجه ان هو رفض انه يملك من الناس بالهويه دي، بهويه ان انت زي موسى نبي وهتاكلنا وهتخلصنا من الرومان. بس تاني حاجه في معجزه المشي على الماء، بص ايه اللي بيحصل يا شادي. بص في عدد 16، ممكن تقرا لنا من عدد 16 ل 21. ولما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر فدخلوا السفينه وكانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفر نحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة نظروا إلى يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا، فقال لهم أنا هو لا تخافوا. فرضوا أن يقبلوه في السفينة، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. بص بقى اللي بيحصل هنا إيه. المسيح رفض هوية نبي فقط، تمام، وملك بطريقة المخلص الأرضي. أول حاجة بعدها يوحنا بيقول لنا إنه المسيح راح ماشي على الماء وبيقول للتلاميذ أنا هو. وأنا هو في كل إنجيل يوحنا لقب محمل بإلوهية المسيح. أنا هو في إنجيل يوحنا لما اتقالت في سياق تاني بعدها بصحيحين في يوحنا 8:58 الترجمة العربي حطها أنا كائن قبل أن يكون إبراهيم، أنا كائن. رد فعل الناس كلها لما سمعت، هنا التلاميذ بس بيسمعوا لقب أنا هو، لكن رد فعل الناس لما سمعت لقب أنا كائن اللي هو نفس اليوناني بتاع أنا هو إيجو إيمي، رجموا، كانوا عايزين يرجموا المسيح، رفعوا عليه حجارة ليرجموه. ليه؟ لأنه ده بالنسبة لهم تجديف. ليه؟ لأنه لقب أنا هو دوت لما بنروح لصفحات العهد القديم بنشوف انه لقب من اهم القاب الله. فين ده حصل؟ انا عارف انه معظم الناس اللي دارسه حتى بسيط خالص بيروحوا لخروج 3:14 لما الله ظهر لموسى في العليقه المشتعله، وموسى بيقول للرب لو الشعب اللي انت عايزني اروح اخلصه قال لي اسمك ايه؟ اقول لهم اسمك ايه؟ فقال احيا الذي احيا. بس انا عايز افتح معاك شاهد تاني مهم في اشعياء
43 لانه في اشعياء 43 لقب انا هو حتى في ترجمتنا العربي صارخ، مش واضح، صارخ. اوكي، اشعياء 43 عدد 25. بص الله بيقول ايه، بيقول انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. فالله بيقول انا ايجو امي، انا هو. فلما نروح للترجمه السبعينيه اللي هو ترجمه العهد القديم اللي كتب اصلا بالعبري الى اللغه اليونانيه السبعينيه، نلاقي الله هنا بيقول انا ايجو امي. بس في بعض التعبيرات اللي قالها بطرس عن نفسه برضو ذكر ايجو امي طبعا، أو انا هو. يس، خليني اقول لك في انجيل الفرق ما بين الاثنين. ممتاز. بص في انجيل يوحنا نفسه كلمه انا هو ليها 3 استخدامات اللي بيحدد السياق بالظبط. اوكي تمام. فلما قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، ده سياق بيقول بشكل واضح صارخ لان هم بعدها فهموا ان هو بيجدف. اوكي، يعني انت في وسط كلامك اعتقد انت رميت جمله انه المسيح ما قالش انا الله او حاجه زي كده، بس خليني اقول لك انه لو انا قلت لك انا الله انت مش هتصدقني. اوكي، انت محتاج تشوفني بعمل حاجات تخليك تبدا تشك في شكك ان انا الله. اوكي، او في عدم تصديقك ان انا الله. اوكي، لكن المسيح قال بوضوح القاب الهيه عن نفسه، قالها بقمه الوضوح. اوكي، ففي انجيل يوحنا في 3 مرات على الاقل المسيح قال بطريقه صارخه، وبنتاكد انه قال كده من رد فعل الناس. ففي يوحنا 5 لما تقرا من عدد 15 16 لغايه 18 19 المسيح لما قال انه الله ابوه، المستمعين ما فهموش انه المسيح بيعلم ان الله بيتجوز ويخلف. حاشا، ما عادش فهم كده، فهم ان هو بيعادل نفسه بالله. اوكي، فقرروا انه يرجموه. اوكي، فابن الله فهموها بمعنى روحي وبمعنى المساواة بالله، ان هو الاب واحد. والمرة الثانية او الثالثة في انجيل يوحنا، الثانية هقولها حالا بس الثالثة في يوحنا 5 يوحنا 10 30 31 المسيح قال انا والاب واحد، رفعوا عليه حجارة ليرجموه. ليه؟ يعني هم ما كانوش فاهمين انه الواحد دي مقصود بيها وحدة الفكر. وحدة الفكر، وحدة الإرادة، ان احنا لانه في ناس بتقول انه ده وحدة الفكر. الدليل انه بعدها على طول هم رفعوا عليه حجارة ليرجموه. وبالمناسبة بالذات علاقه بابن الله اللي احنا قلنا عنه في اصحاح 5 اليهود ما كانش عندهم مشكله يا شيء يقولوا ان احنا ابناء لله. بالظبط، وانا كنت لسه اقول لك طب ما هو كانوا بيقول حتى المسيح قال عليهم يعني انتم آلهة يعني، او اقتباس المزامير. بالظبط، واقتباس المزامير بتاع انتم آلهة ده بالمناسبه لما تكمل مزمور 82 المقتبس منه دوت، اعتقد هو مزمور 82 المسيح سوري الروح القدس هو بيقدم المزمور ده، بيقول انتوا بتقولوا انتوا آلهة لكنكم زي البشر هتموتوا. اوكي، فحتى يعني هو نوع من انواع مش السخريه، بس نوع من انواع ان سنس ان انا اديتكم مقام، انتوا فاكرين وعندكم ان انا اديتكم مقام، بس في الحقيقه انتوا بشر، بس في الاخر انتوا هتموتوا. اوكي، فالمسيح في يوحنا 10 لما قال انا والاب واحد، بقيه الاعداد بتقول لنا ان هم كانوا عايزين يرجموه. اوكي، رجوعا بقى ليوحنا 5 بتاعت انا كائن او ايجو ايمي، برضو نفس رد الفعل ان هم عايزين يرجموه. فايجو ايمي في حد ذاتها لا تعبر عن الالوهيه الا في السياق بتاعها، لانه في بطرس قال، يوحنا قال. فاللقب نفسه السياق بتاعه هو اللي بيحدد. هو بيحدد. وكمان يعني انا عايز اقول هو في النهايه التعبير ده الله استخدمه عن نفسه قبل التجسد خالص. ده اللي انا حاولت اوريه لك في اشعياء. يعني في اشعياء احنا مش بنتكلم عن التجسد خالص. فانت لو رحت لحد لا يؤمن بالتجسد من خلفيه يهوديه بيقرا الترجمه السبعينيه وقلت له ممكن تقول لي اشعياء 45 عدد 43 عدد 25 اللقب الالهي ايه؟ هيقول لك ايجو ايمي. اوكي، مش انه اللقب الالهي ان هو ماحي الذنوب، لا هو هنا بيقول انا هو انا ايجو ايمي. انا اقصد انه الجزء المرتبط، لانه دي نقطه مهمه جدا، لانه من خلفيه يهوديه، لو انا بقرا من خلفيه يهوديه وانا بقرا انا هو الماحي ذنوبكم، لو انا شلت الماحي ذنوبكم هو لما بيقول انه لقب الله المرتبط بماحي ذنوبكم مش مرتبط بانا هو، ولا هي التركيبه على بعض. هقول لك بص، لو العدد بيقول انا هو الماحي ذنوبك ده الاستنتاج. لكن لو العدد بيقول لي
انا هو الماحي ذنوبك. فهو بيقول لي انا انت مين يا رب؟ ايجو ايمي. وايجو ايمي دوت هو الذي يمحي الذنوب. اوكي، وده طبعا مشابه جدا اللي بيحصل في اسم الله في خروج اللي الله اعلنه لموسى. تمام. واللي بيأكد لي ان انا في التراك الصح هو رد فعل المستمعين في انجيل يوحنا. اذا رجوعا ليوحنا 6 هم بيقولوا انت النبي، وهو ما عندوش مشكله في ده، لكن المسيح عايز يقول لنا لا انا اعظم من نبي. المشهد اصلا بتاع الماشي انه المسيح ماشي على الميه وبيقول انا هو لا تخافوا، المشهد دوت في عقل اليهودي يا شادي مرتبط بالله. ممكن تفتح معايا ايوب، سفر ايوب، ممكن تقرانا من عدد 6. ايوب 9 عدد 6. المزعزع على الارض يس من مقرها فتتزلزل اعمدتها، الامر الامر الشمس الامر الشمس فلا تشرق، ويختم على النجوم، الباسط السماوات وحده، والماشي على اعالي البحر، صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. بص حتى عدد 11 هو ده يمر علي ولا أراه ويجتاز فلا أشعر به. أيوب بيقول الكلمات دي عن الله. بيقدم لنا الله الماشي على اعالي البحر المتسيد، ويقول لنا انا مش عارف انت خدت بالك كم مره في عدد 11 بيقول هو ده يمر علي ولا أراه ويجتاز فلا أشعر به. انت عارف المشهد بتاع المشي على الماء دوت في انجيل مرقس بيقول ان المسيح ظنوا شبح واراد ان يتجاوزهم. اوكي، نفس التعبيرات اللي موجوده ان هو يمر ويجتاز فلا اشعر به. اوكي، فالاناجيل بتحاول تقول لنا في معجزه المشي على الماء افتكروا الاله المتسيد الماشي على اعالي البحر اللي بيجتاز، اللي عمل ده مع التلاميذ عشان يقول لنا انا هو ده. فاهم؟ ف يوحنا عايز يقول لنا هو نبي بس هو اعظم من نبي. بس انا هرجع تاني معلش عشان انت هتاخدني في حته كده خلينا نرجع انا معاك. لكن خليني ارجع. انا النهارده بقول انا اسف، انت دي قرايتك للعهد القديم وممكن تكون بتركب الامور فوق بعضيها وبتاخد كلمه من هنا وكلمه من هنا. طبعا يعني انا مدرك انه ده وراه تفاصيل لانه الصوره كامله، لكن بقول لو انا النهارده مكان حد فعليا بيدور، انا واقف عند منطقه المسيح قال فين عن نفسه. انا مش عايز اربط العهد القديم، انا عايز اشوف فين المسيح قال عن نفسه هو الله بشكل مباشر وواضح. لانه بس فكره انه اعرفه من اعماله، في اعمال كتير عملها انبياء شبهه. فيعني اقام موتى، طب ما في العهد القديم ده في واحد كان عظام يعني نبي اقامت ميت يعني، فيعني بالظبط. فالموضوع يعني في حاجات كمان في العهد القديم ممكن تبقى اقوى من اللي بيحصل. بس يعني رقم واحد انه هو ما قالش عن نفسه، ليه انت تدعي انه هو قال عن نفسه؟ فانت قلت جزء منها اللي مرتبط باعلانه زي قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، ايجو ايمي. هو اعلن بشكل مطلق واضح لدرجه فيها هم كانوا عايزين يرجموه. مره تانية قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله، فكانوا عايزين دي اماكن واضحه. دي اماكن واضحه. ايه تاني؟ هل برضو انه ابني انه المسيح هو الله، او انه اعلن انه الله على مجرد تعبير 2 3؟ هل في امور واضحه قادر استنتج منها انه طول الوقت هو كان بيعلن ده؟ بص خليني اخاطب حاجه قبل ما ارد على السؤال مباشره يا شادي. فكره انك تعرف حاجات عن المسيح بدون العهد القديم دي فكره غريبه عن كل تاريخ الكنيسه. اوكي، فمثلا يوستينيوس الشهيد واحد من اباء المدافعين في اول قرنين 3 من المسيحيه، مهم خالص في كتاباته. اول اتهام جه على المسيحيين، عايز اقول الاتهام هو رد عليه ازاي. واحده من الاتهامات انتوا ديانه جديده. فالامبراطوريه الرومانيه مثلا كانت بتسمح لليهود ان هم يعبدوا عبادتهم الخاصه وما يعبدوش الهه الرومان. بالظبط. لكن المسيحيين حسوا لا، في الاول كانوا فاكرين ان هو دول جماعه سكت كده، مجموعه شبه اليهود. بعد كده قالوا لا، دول تطوروا منهم دول مش شبه اليهود خالص، دول عاملين لنا ازعاج. فيوستينوس الشهيد وهو حتى بيكتب لناس كبار في البلد بيقول لهم المسيحيه مش ديانه جديده. كتب العهد القديم دي كتبنا. كتب العهد القديم دي بتشهد عن المسيح. يوستينوس في الحقيقة وغيره من أباء المدافعين
بينفذوا اللي المسيح قاله. فاكر اول شاهد قريناه في لوقا 24 المسيح شرح هو مين من كتب العهد القديم. بالبلدي انت لو دخلت على مسلسل 30 حلقه على حلقه رقم 25 علشان تفهم البطل ده هويته ايه وانت مش عارف هو اتولد فين وابوه مين وامه مين وعيلته مين، انت هيبقى عندك ازمه في فهم هويه البطل ومسيره الاحداث. فكون ان انا برجع للعهد القديم واقول لك بص المسيح اتكلم عن الوهيته من الحته الفلانيه في العهد القديم، انا بحاول اوصل لك السياق اللي المسيح اتكلم فيه. اي حد ممكن بيسمع الفيديو ده يقطع اول دقيقتين من الحديث بتاعنا ويقول ماركو شادي بيقول المسيح نبي، لان انا فتحت الشباب بتقول المسيح نبي، اقول لك الجماعه دول اهم بيؤمنوا ان المسيح نبي، لكن انت محتاج تكمل فيديو عشان تشوف احنا اكدنا ان هو نبي بس قلنا ان هو اعظم من نبي، صح؟ فما ينفعش تروح لكلام المسيح بدون العهد القديم. فمثلا المسيح قال انا الراعي الصالح. اوكي تعال المستمع اليهودي كلمه انا الراعي الصالح دي بيفهمها ازاي؟ بالظبط. المستمع اليهودي زي معظم المستمعين المسيحيين من اول مزامير اللي بيحفظوها الرب راعية، مزمور 23 الرب راعية. فمين الراعي؟ الرب. المسيح قال انا نور العالم. اوكي مزمور 27 الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. فلما المسيح يقول انا الراعي انا النور، المستمع اليهودي فاهم حاجه يمكن انا لو عمري ما قريت العهد القديم مش هفهمها. فانا عايز اعرف هو سمع ايه، سمعها وفهمها ازاي. المستمع اليهودي لما كان بيسمع حاجه تخض ما كانش بيعديها. فلما في مرقس 2 المسيح قال المفلوج مغفوره له خطاياك، ما عدوهاش. قالوا الراجل ده بيجدف. من يغفر الخطايا الا الله وحده. والمسيح ما عدهاش برضه، هم ما قالوهاش بلسانهم. المسيح قال لهم انا مش بس غفر الخطايا، ده انتوا عندكم في الكتاب الرب هو كاشف القلوب وعارف الافكار. فعارف افكارهم ورد على افكارهم واثبت لهم انه بيغفر الخطايا من خلال انه شفى المفلوج. فانا عايز اعرف اللغه اللي هم سمعوها. مين اللي بيغفر الخطايا؟ مين اللي بيكشف القلوب؟ عايز افتح معاك شاهد تاني بيربط كلمه النبي والوهيه المسيح. افتح معايا متى 21. متى 21 الشاهد المشهور اللي فيه المسيح دخل اورشليم وطهر الهيكل. في دخول المسيح لاورشليم بص في عدد متى 21 عدد 11. قالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. المسيح داخل الدخول اللي بنسميه الدخول الانتصاري. الدخول الانتصاري ده في ربط بالملك والنبي، هم مدخلينه كملك نفس الطريقة اللي سليمان دخل بيها لما داود قال هو اللي هيملك على جحش وحطوا زعف قدامه، شبه خالص اللي بيحصل هنا. فالمسيح في الخلفية هو ملك بس الجموع بتقول ان هو النبي، هم شايفين ده. يس. بعد كده المسيح دخل عشان يطهر الهيكل. اوكي. متى هو الوحيد اللي بيذكر اقرا لنا كده من عدد 14 لانه الحته دي بيتفرد بها متى. وتقدم اليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. كمل. فلما راى رؤساء الكهنه والكتبه العجائب التي صنع والاولاد يصرخون في الهيكل يقولون أصلنا لابن داود غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ قال لهم يسوع نعم. أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. أوكي. متى هو الوحيد اللي بيقول لنا أنه وقت دخول المسيح لأورشليم الناس عملت إيه؟ وصلنا. بس مش بس كده، المسيح راح دخل الهيكل والأطفال كملوا يقولوا وصلنا. مين اللي اتضايق؟ رؤساء الكهنة عدد 15 والكتبة ما بسطوش من كلام الأطفال وقالوا له سامع اللي بيقولوه. يس. رد المسيح غريب جدا، لأنه رد المسيح هو اقتباس مزمور 8 من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا. أوكي. مين اللي هيأ تسبيحا ومين موضوع التسبيح؟ مين اللي بيسبح وبيعطى الحمد والتسبيح في مزمور 8؟ الله. اللي المسيح بيعمله هنا غريب جدا، لأن الأطفال بتقول المسيح وصلنا خلصنا يا ابن داود. فالمسيح بيقتبس مزمور 8 اللي فيه التسبيح موجه لله ويقول لهم، يقول الكتبة والفريسيين أو رؤساء الكهنة اسكتوا
زي ما في تسبيح مقدم لله ينفع التسبيح يقدم ليا. الكلام ده اوفنسيف جدا، مزعج جدا للكتبة والفريسيين. بعدها على طول في الإصحاح اللي وراه على طول 22 بص الخناقة، واحدة من الخناقات اللي أفحمت إنجاز التعبير الكتبة والفريسيين في متى 22. أنا بحاول أوريك إزاي المسيح عمال ياخد العهد القديم ويوصل بما يعني ما فيهوش شك إن هو الله الإنسان، إن هو الاثنين، إن هو نبي وأعظم. بص في قرانا من عدد 41 في متى 22. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائم: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. إجابة صحيحة. ابن من هو؟ الفريسيين عارفين إنه الرب وعد داود صموئيل الثاني 7 إنه في ابن هيجي من نسله، والابن دوت في صموئيل الثاني 7 واحدة من ألقابه ابن الله. فصموئيل الثاني 7 بيقول إنه الابن اللي هيبني بيت للرب وهيجلس على كرسي الملك للأبد، في إشارة قريبة لسليمان بس في إشارة بعيدة للمسيح، لأنه مكتوب إنه الابن دوت هيجلس على الكرسي للأبد وسليمان مات. أوكي. واحدة من ألقاب الابن دوت في صموئيل الثاني 7 ابن الله، لأنه الله بيقول للابن ده هيدعوني أبي وأنا هدعوه ابني. أوكي. فاليهود فاهمين كويس سواء من صموئيل سواء حتى من أشعيا بعد كده سواء من حزقيال من كل الأنبياء إنه الابن اللي جاي دوت هيبقى المسيح، هيبقى ابن داود. تعال نكمل عدد 43. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ أنا مش عارف اللي بيقول إنه المسيح عمره ما لمح إن هو الله بالكامل بيعمل إيه في ده. أوكي. لأنه اللي المسيح بيعمله هنا هم فاهمين كويس إنه ابن داود وجاوبوا إجابة صحيحة. المسيح رجع لمزمور 110 ومزمور 110 بيقول داود بيقول بالروح القدس: قال الرب لربي. اللي بيقول انه العهد القديم لا يوجد فيه تلميحات لانه فيه تمايز في جوهر الله الواحد، ده محتاج يقرا العهد القديم. العهد القديم يؤكد وحدانية الله. اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد، تثنية 6. الشهادة بتاعت شعب الله في العهد القديم. اوكي. لكن العهد القديم بيأكد انه الانبياء فهموا ان الوحدانية دي فيها تمايز، في حديث بيحصل في الوحدانية دي. احنا مش فاهمين تفاصيل دوت، احنا النهارده لغايه دلوقتي مش فاهمين تفاصيل دوت، بس عارفين انه الله قال عن نفسه ده. فداود اللي بيؤمن بوحدانية الله قال انه الرب يكلم الرب. قال الرب يهوه لأدوناي لربي. والمسيح بيبني حجته على قول داود. بيقول لو داود ايه علاقه دوت بين المسيح ابن داود؟ لانه بقيت العدد بيقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. فصموئيل الثاني 7 الله قال لداود: ابنك هيجلس على الكرسي. في مزمور 110 داود بيقول انه الرب هيجلس على الكرسي. فمين اللي هيجلس على الكرسي؟ ابن داود ولا رب داود؟ ده اللي المسيح بيحاول يعمله هنا. فعايز يقول اللي هيجلس على الكرسي هو الاثنين، هو ابن داود ورب داود. اوكي. متى بيحط ده في النص الاخير او في الربع الاخير من انجيله. بدايه انجيل متى النبوه من الملاك انه يسوع دوت هيدعى عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فبدايه انجيل متى هو الطفل لكن هو عمانوئيل الله معنا. نهايه انجيل متى على فم المسيح هو ابن داود لكن هو نفسه رب داود. عندي شويه مشاكل هرد عليها بس ممكن في الحلقه اللي جايه واحنا بنحكي، لانه المسيح قال تعريفات تاني قد تكون فيها إشكالية مع إعلانه إنه هو الله. فده التحدي الأكبر اللي هنكون بنناقشه في الحلقة اللي جاية. تمام يا شادي. شكرا ليك يا مارك. شكرا يا شادي.